السلام عليكم، مرحبا بكم، تحياتي إليكم جميعا إخواني. في هذا الفيديو راح نهضر أولا نهضر شوية على المولودية، مولودية الجزائر. وثانيا راح نهضر على لقاء نهائي كأس الجمهورية بين شباب الوزداد واتحاد العاصمة. الموضوعين نوعا ما مترابطين. راح نبداو بالمولودية. المولودية مبروك عليهم العام الثاني، يتوجون بالبطولة، بدرع البطولة العام الثاني، وسيطرة على البطولة الجزائرية. مبروك عليهم ويستهلوا، فريق كبير ومعروف وقديم وعميد الأندية كل ما يلزم. ولكن ما ألاحظه في مولودية الجزائر وعلى كل حال فالنوادي الجزائرية كلهم أن هناك صراع في المولودية، لأنه المولودية هذا العام يعني عنده 3 حوادث. عنده الحادثة الأولى، حادثة العنف هذيك اللي كانت في ملعب القليعة، ملعب علي لابوانت. المولودية كانوا رابحين 2-0 في الدقائق الأخيرة، متأهلين في الشامبيونز ليج الإفريقية. أحداث عنف يعني ما عندهاش سبب. على حسب الملاحظة بأن أحداث العنف هذيك مفتعلة. كذلك الحادثة هذيك تاع لقاء بسكرة كانت فيها حالة وفاة رحمه الله. الحالة الثالثة هذه تاع التدافع في ملعب 5 جويلية، وين كان وفاة 4 مناصرين رحمهم الله، وكاين مجروحين كذلك. ولكن وشنو السبب؟ ما كاش سبب معين. حتى أنا تقول أن الحوادث هذه لو كان جات غير هذه نقولوا بالحظ، ولكن كي يكونوا 3 حوادث في موسم واحد وفيهم وفيات، يعني عندنا الحق نشكو لأن الأمور ما هيش عادية. الأمور أنه فيها صراعات. رئيس حجر جم يجي ما يجيش، أنا ما راني لا مع الحجر جم لا ضده، ولكن نقول باللي كي نشوف هكذا نقول باللي كاين صراعات في مولودية الجزائر. مولودية الجزائر عنده بيتي كبير، مولودية الجزائر عنده شعبية كبيرة، مولودية الجزائر بطل الجزائر، بطل إفريقيا في عدة رياضات، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى، الجودو. يعني عندهم متنافسين، لعبوا الألعاب الأولمبية، لعبوا بطولات العالم، لعبوا. المولودية عندها كاع لي سيكسيون فيهم مليح، بالإضافة إلى كرة القدم. فريق كبير المولودية. طبيعيا تكون فيه صراعات، ولكن أنت الصراعات أن تكون فيها وفيات يعني شيء محزن. أنا نقول بلي هذو المناصرين خاطيهم لي كلون، ما راهم لا دي ماناجر، ما هم لا مدربين، ما راهم لا رؤساء أندية، ما راهم لا مساهمين، ما راهم لا رجال أعمال. مناصرين مواطنين يحبوا كرة القدم، يجوا يتفرجوا يناصروا الفريق تاعهم، يعيشوا حياتهم كما نقولوا حنايا، ولكن هم ضحية صراعات اللي راهي ربما تحدث في مولودية الجزائر. لما كي نشوف الناس تهاجم الالترا، انا ماني لا مع الالترا لا ضدهم، ولكن قبل ما رئيس الجمهورية دار لجنة في التحقيق في القضية هذه الاخرى تاع التدافع اللي كانت فيها وفيات رحمهم الله. ولكن الناس تهاجم الالترا، تهاجم الرئيس، تهاجم مسؤولين، تهاجم الوزارة. يعني خلونا لجنة التحقيق هذه دير المهام تاعها وتعطي النتيجة. ما لازمش استباق الأحداث، ما لازمش التأثير على لجنة على هذه اللجنة اللي داروها باش دير تحقيق في الأحداث هذه. لأنه خاصة لما يكون صحفيين مشهورين أو معلقين مشهورين يتكلموا في الموضوع هذا، راح يأثروا على تحقيق هذه اللجنة. نبداوها منا لأنه اللقاء هذا تلعب في ملعب 5 جويلية، لذلك النهائي المفروض كان راح يلعب في 5 جويلية، ملعب كبير، ملعب تاريخي، ملعب مشهور. النهائي هذا تاع اتحاد العاصمة مع CRB
السبب داوه الملعب مونديلا. ملعب مونديلا صغير وشباب ثاني، ملعب شباب خاصة الأرضية راهي مليحة. ملعب عالمي، ملعب فيه التصوير مليح، ملعب فيه الجمهور يلقى الراحة نتاعو. صحيح قدرة الاستيعاب تكون صغيرة، ولكن الجمهور ثاني كذلك يكون مرتاح. وشنو التوقيت 5 تاع العشية في الصيف السخانة مام يأثر على اللقاء، لأنه حتى اللاعبين ماهوش في فورمة جيدة ويديروا مجهود بدني كبير. ما يكونش لقاء يعني في المستوى، في المستوى خاصة من الناحية البدنية. الفريقين بدون منافسة منذ شهر ماي أو بداية جوان، يعني مدة طويلة. اللاعب يفقد كثير من الإمكانيات تاعو لما ما يلعبش ولما ما تكونش عنده منافسة. لذلك أنا نتوقع باللي اللقاء هذا النهائي راح يكون كما النهائي تاع العام اللي فات. ما شفناش مستوى كبير، شفنا إرادة اللي كانت عنده الإرادة باش يدي الكاس. دار مجهود أكثر، هو اللي دار الكاس. وكان سيار بي شباب الوزداد هما اللي داو الكاس، ما على كل حال مبروك عليهم. العام هذا اليو سي ار بي كيف راني نتفكر العام هذاك تاع 88 وين طاحت اليو مع سي ار بي، طاحوا فينال كذلك تاع كاس الجمهورية. كانت اليو داتها ضربة الجزاء، كان لقاء متكافئ ما كان فيه حتى لعب. انا نشفالو في 88. يعني اللقاء تاع غدوه ان شاء الله راني نشوف فيهم متشابهين. مام سي ار بي كانوا يلعبوا مليح، انا كنت نتبعهم هذاك الوقت. كان قلب الهجوم كابران، نقازي على الجهه اليسرى، كان ياحي، كان الحارس بوجلطي. كانت عندهم ايكيب شابه. حتى الياس ما كان يلعبوا في دوزيام ديفيزيون، مي كان عندهم سالم بوطمين، كان عندهم بن خالدي، كان عندهم قلب الهجوم بعزيز، كان عندهم لاعبين، كان عندهم كدو، كان عندهم لاعبين كذلك ممتازين. اللقاء هذاك تاع 88 كنا نتوقعوا يكون خاصة في ملعب 5 جويلية والفريقين عاصميين موالفين الأجواء، الجمهور كان بكثرة، ملعب 5 جويلية كان معمر. ولكن كان ضغط على اللقاء، الفريقين كانوا حابين يدوا الكأس، ما كانوش حابين يلعبوا. دونك غدوه ان شاء الله ثاني كيف اللاعبين خاصة ماهمش في الطوب نيفو تاعهم، ماهمش في المنافسة، بعاد عن المنافسة. الحرارة. غدوه ان شاء الله الفريق اللي يكون معول هو يدي الكأس، الإرادة اللي يكون عنده إرادة كبيرة باش يفوز بكأس الجمهورية، نظن هو اللي يكون عنده الحظ باش يفوز الكأس الجمهورية. الحظوظ 50-50%. حتى مسؤول اتحاد العاصمة حاج عدلان قالك بلي انا نعطي لهم 50-50. توقع شكون يفوز بالكأس صعيب. كل هذا ماذا بينا للكأس الجمهورية، وكان غير يخلوها نوفمبر على بالنا بلي هذيك بريمي ماي ماهيش مناسبة وطنية. يلعبوا حتى الماي دومي فينال، ومن بعد فينال ما يلعبوهاش في سان جويي، لان اللاعبين الفرق كلها في عطلة، الحرارة. يخلوا الفينال هذه يلعبوها في نوفمبر، وين يكونوا الفرق في اعلى مستوى نتاعهم، ويكونوا لعبوا خاصة 7 لقاءات أو 8 لقاءات من البطولة. الأجواء في نوفمبر تكون متوسطة، ما فيها البرد بزاف، ما فيها سخانة بزاف. وأول نوفمبر يكون يوم وطني، نورمالمون يخلوها البريمي نوفمبر ويلعبوا لا فينال هذه. على كل حال نتمنى الحظ لكل الفريقين، نتمنى السعادة لكل الجمهورين، جمهور نادي شباب الوزداد واتحاد العاصمة. وان شاء الله يكون ماتش شباب والمليح يربح، لو ميور كي غاني. وهذه هي اخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر.